ازاي تبدأ ثانوية عامة صح؟ طيب، حاجات انت المفروض تعملها وحاجات انت المفروض ما تعملهاش، فانا هكلمك على الحاجات اللي تعملها في الاول وتركز معايا في كل جزئية انا هقول. طيب قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، انا دلوقتي كفارس نشأت اعمل ايه في بداية السنة عشان ربنا يكرمني واحقق حلمي، وحاجات غلطات اما يعني ما اتمناهاش لألد اعدائي ان هو يعملها. طيب خلينا نتكلم عن الحاجات اللي انت مطالب او المفروض تعملها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده. معانا في الاول اول حاجه من الحاجات المطالب منك انك تعملها انك تختار المدرس بتاعك صح، ودي من اهم الحاجات اللي انا بحب اركز عليها. يعني انا مثلا فارس بياخد عند مستر خالد صقر، محمد بيتبع فارس فياخد مع عمل عند مستر خالد صقر، حلو قوي. محمد فارس بيفهم من مستر خالد صقر، محمد ما بيفهمش بس هو متبع فارس عشان هو فارس بيروح عند المدرس ده. فانت حته اتباع القطيع دي حته وحشه قوي. فانت المدرس ده من اول شهر انت بتفهم منه كمل، ما بتفهمش منه ما تكملش معاه حتى لو الجمهوريه كلها تاخد معاه. طيب يبقى دي اول جزئيه. تاني جزئيه الا وهي فن اختيار الكتب وازاي تحل صح في الكتب. يعني ايه؟ انا مثلا جبت كتاب، مثلا كتاب الامتحان او كتاب مندليف، اغلب الطلبه مثلا نفترض ان دي اجابات، نفترض ان الاجابات طالب مثلا فارس او ايا كان مين يجيب حقه ذاكر كويس قوي، بس هو عنده جزئيه ان هو مش واثق في نفسه، فيعمل ايه؟ يجيب الكتاب قدامه بتاع الحل ويجيب الاجابات. يبقى هو متردد، فيلمح بعينه كده، يلمح بعينه يلمح بعينه، يقوم جاي حاطط الاجابه. والله انت كده ما حلتش، ما استفدتش حاجه. فانت تحل ازاي؟ تحل اللي انت تقفل تذاكر كويس قوي، بعدين تقفل كتاب الشرح، بعد كده تبدا انك تروح لكتاب الحل وتبدا انك تحل كويس قوي وتتمكن من الحل. ده الحاجه الوحيده اللي هتميزك. طيب ما اجيش ابص فيها في ورقه الاجابه او في كراسه الاجابه واقعد انقل الاجابات، انت ما عملتش حاجه، انت كده بتنقل ما استفدتش ولا من فكره سؤال واحد. طيب الحته الثالثه، انا في سؤال معايا ما كانش ظابط معايا، فحاول انك تكتبه في حتى لو في كتاب الشرح على جنب كده، اكتب الفكره بتاعته عشان ما اغلطش فيها تاني. ودي من اهم الحاجات اللي برضه اللي انت المفروض تعملها. طيب ثالث حاجه المفروض انت تعملها في بدايه السنه يعني، الا وهي ايه؟ ان انت تحاول تهندل وقتك وما تحطش طاقتك كلها. يعني ايه؟ انا دلوقتي والله يا فارس اذاكر مثلا 5 ساعات في اليوم، اذاكر اللي انا هاخده بس. يعني ذاكرت درس كيمياء، اخدت درس كيمياء ذاكر، خدت درس فيزياء ذاكر، ولا اكتر ولا أقل. وبعد كده العب يا عم لحد ما توصل لشهر 10 تبدا انك تراجع اللي فات كله، عشان ايه؟ هتكون قربت تخلص الترم وهكذا. تمام. تالت حاجه بقى، طب خلينا نتكلم بقى عن الحاجات اللي انت المفروض ما تعملهاش. احنا كده اتكلمنا عن 3 حاجات المفروض تعملهم، خلينا نتكلم عن اول نقطه في الحاجه اللي انت المفروض ما تعملهاش. اول حاجه انت المفروض ما تعملهاش الا وهي ايه؟ ان انت المفروض في بدايه السنه كده انت المفروض تنظم وقتك كويس قوي. يعني ايه تنظم وقتك؟ انا دلوقتي والله فارس بيحب الكيمياء، ما بيحبش فيزياء، بيحب الاحياء. يعني انت تحب المواد كلها ما عدا الفيزياء، حلو. يبقى انا احاول اضغط على نفسي واقسم ايامي صح. يعني ما احطش الايام كلها كيمياء عشان انا بحب الكيمياء، ما احطش الايام كلها عربي عشان انا بحب العربي، لا. كده تضيع وقتك وتضيع نفسك وتضيع نفسك جامد قوي. ماده واحده لو انت خسعت فيها تلاقي نفسك ضيعت، بمعنى ان انت هتقفل كيمياء عام، تقفل عربي، وتقفل فيزياء، وتقفل انجليزي، وتقفل كله ما عدا الفيزياء، حلو. جيت في الفيزياء مثلا خسعت فنقصت 20 درجه 30 درجه، تتكلم في 10% فجبت 90، حتى لو انت مقفل بقيه المواد فانت كده ضيعت نفسك. فتقسيم الوقت او تنظيم الوقت صح في بدايه السنه هيفيدك جامد جامد جامد. كل ماده لها يوم، كل ماده لها وقتها، حل اذاكر الاول كويس قوي وبعد كده حل. ده هيساعدك جامد 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 حتى خصوصا في اول السنه، وده هيساعدك حتى ان انت تقفل المواد كلها. طيب رابع حاجه، حاول ان انت ما تشغلش نفسك بالسوشيال ميديا في الاول عشان حته تعفن الدماغ بس كده. وبالتوفيق ان شاء الله لكل الطلبه، ان شاء الله انتظروا الفيديوهات الجايه على القناه دي، واتمنى ان انتوا تعملوا متابعه عشان دعمكم واهم حاجه لينا. بس كده وبالتوفيق ان شاء الله لكل الطلبه. سلام.